الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في يوم جديد وفلوق جديد على قناة عالمنا 15. رمضان كريم وتقبل الله طاعتكم ومبارك عليكم الشهر. طبعا اليوم حبيت الصراحة أصور لكم تجهيزاتنا حقت رمضان. طبعا سويت أشياء بسيطة على ما توصل الشحنة اللي تأخرت، دائما يعني توهق، فخلوكم معنا. طبعا مثل ما قلت لكم طلعت أشياء عندي يعني حقات رمضان سابقة وجهزتها وبنسق يعني كذا بشكل كتكوت. خليكم معنا. طبعا عندي هذه الشموع، راح احطها هنا وبعد هنا صحون، كاسات، يعني اشياء تقديمات حقات الفطور. طبعا هنا راح ازود الشمع عشان بحيث اني احطها كذا لانه ما راح تثبت. راح اوريكم كيف الطريقة الحين. طبعا شغلت الشمعة بخليها تذوب، بعدين اثبتها بهذه الطريقة كذا. بس والله كذا ثبتت عندنا. طبعا راح احط هنا حجر، راح ازينها بالحجر. طبعا جبت هذا الحجر الابيض وراح احطه على الهواء يعني كذا عشان يثبت يعني او يعطي منظر جميل. وبكذا جهزت الشموع، صاروا شكلهم كذا حلو كتكوت. طيب الحين راح نزين السفرة والمكان اللي راح يكون طاولة الطعام، يعني راح نزينها. طبعا هذه مقدعة التمر شريتها آخر مرة يوم رحنا الكويت. فكان عندي بعد نظرة الصراحة إن الشحنة راح تتأخر يوم إني جهزت من قبل. وهنا عندي الصحون مرة صراحة حبيتهم، ما قدرت أقاومهم، حسيتهم كذا لطيفين. وبكذا جهز طاولة الطعام، وانتظروا النتيجة والشكل النهائي في نهاية الفلوق. وطبعا هنا قبل ما انام جهزت ملابس الدوام. طبعا دوامي من الساعة 7 الصباح الى الساعة 1 الظهر وبس والله. وبعد ما تسحرت الحين جاء وقت قراءة الكتاب واخذ الادوية. طبعا هذه السنة في رمضان اول مرة يكون في عندي دوام، ونفس الوقت اول مرة اجرب مرض السكر في رمضان. فشعور الخوف والقلق شوي يعني، بس ان شاء الله يا رب ييسرها. ومرة متحمسة يعني، صراحة متحمسة من ناحية الدوام، يعني ما ادري كيف بكون، بس ان شاء الله رب ييسرها. وهذا الشكل النهائي للسفرة. أتمنى يا رب أن عجبتكم. وفي نهاية هذا الفلوق لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.